أنا يا رفاق الدرب لست مجرد صوت عابر في إذاعة أو شاشة تنطفئ بعد حين. أنا نبرة قديمة خرجت من صدر هذه الصحراء، من ملح البحر ومن وهج الشمس على جباه الرجال، ثم لبست لسانا عربيا مبينا، وجعلت من نفسي نداء واحدا لا يهدأ: أن يا أهل الإمارات، يا قبائلها، يا من حملتم على أكتافكم رمل هذه الأرض حتى صار وشاحا من مجد، تعالوا نرتفع فوق أهوائنا كما يرتفع النسر فوق العاصفة، ولا نرضى لأنفسنا إلا علوا لا ينضب. أنا صوت الشادي نعم، لكن الشدوية ليس طربا يطلب ساعة ويسكت، بل موجة من المعنى تضرب في الصدر حتى توقظ ما نام من العزائم. إذا تدفقت المشاعر في قلوبكم وأنتم تسمعونني، فليس لأن كلماتي جميلة فحسب، بل لأنكم تعرفون في أعماقكم أن هذا النداء خرج منكم وعاد إليكم، خرج من تاريخ فيه الغوص والبحر والسفن والأشرعة، فيه الفقر الذي لم يذلكم والخوف الذي لم يطفئ إصراركم، وفيه شيوخ حملوا هم الاتحاد كما يحمل الفارس لواء الجيش فلا يسقطه ولو انكسرت ساقه. نحن من تباعدت بنا الأنساب وتعددت القبائل أبناء روح واحدة، نفسها من هذه الأرض من عدن إلى الكويت، لكن للإمارات في هذا النفس نبرة خاصة، نبرة من جرب التمزق فعرف أن قوة في الاجتماع، ومن ذاق مرارة العزلة فعرف أن الراية إن لم ترفع عالية سقطت. الاتحاد عندكم ليس شعارا على جدار، بل قصة نجاة ونجاح كتبت بعرق الرجال في أبو ظبي، وبصبر في دبي، وبوفاء في الشارقة، وبثبات في رأس الخيمة، وبنبض في الفجيرة وأعجمان وأم القوين والعين. حين أقول اتحاد أرى وجوهكم، أرى خياما قديمة اجتمعت تحت ظل راية واحدة، وأرى ناقة القبيلة وقد تركت السير وحيدة وارتضت أن تسير في قافلة أكبر. يا قبائل الإمارات، يا من تجمعكم لسان الضاد وتجمعكم راية الإسلام، ليس حديثي عن وحدة هشة تتفرق عند أول اختلاف، بل عن وحدة متغطرسة بالعزة ثابتة كجذع نخلة لا يلين العاصفة، وحدة تشبه رجالكم حين يقفون في الصف الأول لا يتفوتون وراءهم، لأنهم يعرفون أن من خلفهم يأتمنهم على النفس قبل الأرض. هذه الوحدة ليست زينة لدستور، بل سلاح ناعم الحافة في زمن يقطع رقاب الأمم، لا بالمدافع بل بالتمزق الداخلي والخيانة الناعمة والمشاريع الغريبة التي تراد لها أن تزرع في قلب الهوية. أقول لكم إن القرآن الذي بين أيديكم ليس كتاب صلاة فحسب، بل ميثاق وحدة فيه آيات أنزلت على جبل لا تصدع، فكيف لا تعيد جمع قبائل ترضع من لسان واحد وتؤمن برب واحد وتنظر إلى الكعبة بعيون متشابهة. الإسلام الذي قاد الأجداد إلى الأمجاد الأولى قادر ولو صدقت النيات على أن يقود الأحفاد في زمن النفط والزجاج والحديد إلى أمجاد لا تقل رفعة بل تزيد، لأن فيها العلم إلى جانب السيف، والاقتصاد إلى جانب الشجاعة، والمدينة العالية إلى جانب الخيمة القديمة التي لم تخن أصلها. تذكروا أجدادكم حين لم يكن في أيديهم إلا السفينة الخشبية التي تصارع موج الخليج، والغواص الذي ينزل إلى الأعماق لا ليجمع اللآلئ فقط، بل ليختبر في كل غوصة معنى الرجولة. ذاك الغواص إن عاد إلى سطح الماء وفي يده محارة فارغة لم يقل انتهيت، بل عاد في اليوم التالي وفي الذي يليه وفي الذي بعده، حتى صارت اللؤلؤة في يده شهادة على أن الإصرار أقوى من البحر. هكذا أراد الله لكم أن تكونوا، لا تخافون الأعماق ولا ترضون بالضحالة ولا تقبلون حياة بلا سعي دؤوب. وحين أقول أنا صوت الاتحاد فلا أبتسم ابتسامة دبلوماسية، بل أشهر في وجه العالم قناعة ماضية أن هذه الدار لا تفتح إلا بمفتاح واحد، هو اجتماع اليد على اليد والقلب على القلب والراية على الراية. أنتم يا بني الإمارات لستم قطعة تضاف إلى خرائط الآخرين،
أنتم خريطة قائمة بنفسها، بحر له اسمه، سماء لها سماء لها أفقها، وصحراء لها كرامتها. إنني وأنا أخاطبكم لا أرى فردا يصفق وحيدا، بل أرى صفوفا من الوجوه، وجه البدوي الذي ما زال قلبه معلقا بنجمة في السماء، وجه الشاب الذي يعبر الجسر بين الجامعة والميناء، وجه الشيخ الذي يحمل على كتفيه ذاكرة ما قبل الاتحاد وما بعده، ويعرف الفرق بين رمل بلا راية، رمل فوقه علم عظيم يرفرف.